قلتلكوا في الفيديو اللي فات اني قررت اسافر يومين كده لبورسعيد، ودلوقتي هقولكوا ايه احسن مكان تقعدوا فيه هناك على الفيو الخطير ده وتفصلوا شويه. اول مكان جه في بالنا اننا نقعد فيه في بورسعيد هو اوتيل بورتو سعيد، وده بقى لكذا سبب. الخدمه هناك كويسه جدا، من اول ما بنحجز كل حاجه كانت سهله وهم متعاونين جدا هناك. واهم حاجه طبعا الروم اللي هنقعد فيها، ودي بقى شكل الروم اللي حجزناها. يعني تخيلوا كده تبقوا قاعدين مش شايفين غير الفيو الخطير ده قدامكم، ده غير طبعا نظافه وترتيب كل حاجه يعني انا مش محتاجه اتكلم عنها، انتوا شايفين بنفسكم. وبعد كده بقى قررنا ننزل ونلف شويه في الاوتيل ونكتشف المكان. واول حاجه رحنا على البول، وده بيكون مناسب قوي لو معاكم اطفال علشان الطول بتاعه كويس. اما بقى لو عايزين تفصلوا فانصحكم تطلعوا على الروف توب، هتلاقوا اعلى سكاي بول في بورسعيد كلها، يعني هتعوموا وانتوا شايفين الفيو الخطير ده من فوق. كمان الاوبن بوفيه يا جماعه خطير. انا في العادي ما بيعجبنيش قوي اكل الاوتيلات، بس انا انبهرت بطعم الاكل والشيفات هناك شاطرين جدا. بلس بقى ان الاكل اصلا بيتغير كل يوم سواء في الفطار او العشاء. وكمان الاوتيل هناك فيه قاعات كتير بيتعمل فيها ايفنتس لشركات واعياد ميلاد او افراح. في قاعات كتير مختلفه اندور واوت دور، وكمان اماكن كتير للفوتو سيشن. في بقى ممشى كده قدام الاوتيل ممكن تنزلوا فيه، بيبقى مليان كافيهات وكيدز كلاب وسكوتر وعجل وكل حاجه. وانا عارفه بصراحه ان القعده في بورتو تجنن، بس ما ينفعش تيجوا بورسعيد من غير ما تخرجوا وتتفسحوا في البلد نفسها. بورسعيد حلوه قوي ومليانه اماكن كتير للفسح، هكلمكم عنها في الفيديو الجاي.